صور جميلة جدا نور الدين أيت علي معلق المباراة، صور رائعة تأتينا من ملعب 5 جويليا مباشرة. معك نور الدين للتعليق على مجريات ال 45 دقيقة الأولى، ثم نعود ما بين شوطي المباراة. تفضل زميلي العزيز. شكرا لك زميلي هيكل الشعري ولضيفيك الكريمين نصر الدين دريد وجمال الراشدي. جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الخالدات. أسطورة رددتها القرون فاجت بأعماقنا الذكريات، ذكريات ديربي العاصمة بين المولودية والاتحاد. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم يوم المتعة الكروية، اليوم يوم الإبداع الجماهيري، اليوم يوم ديربي العاصمة بين اليويسما والإمسئة، بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، في أمسية سيتوقف فيها الزمن على مدار ساعة ونصف من أجل أن نعيش جميعا المتعة الكروية بين إبداع وتفنن الجماهير وروعة أقدام اللاعبين هنا على أرضية بلاد المليون والنصف شهيد، وبالضبط على أرضية ومدرجات هذا الملعب الأسطوري، ملعب 5 جويليا تنظيمية. لكن اليوم وبتاريخ 28 من نوفمبر آن الأوان لنتابع جميعا أولى الديربيات هذا الموسم، العائد الجديد لقيادة نادي اتحاد العاصمة. اللاعبين 27 عبد الرحمن حشود، 29 رشيد بوهنا، قاد مجموعة من الأندية هنالك في الدوري الفرنسي. الجزائري حكم يشتغل في قطاع التربية والتعليم. آخر مباراة قادها جمعت بين هلال أبيض وليوبولو الأنغولي لمتابعة مباراة استثنائية بقيادة هذا الحكم لطفي بوكواسا الذي يعطي إشارة انطلاقة المباراة. هدف من ضربة خطأ غير مباشرة، تنفذ الكرة بهذه الطريقة لكنها سهلة بين يدي الحارس فريد الشعال. الكرة دائما من الجهة اليمنى لأبناء الاتحاد، تلعب الكرة دائما على اليويسما مدينة سانتيتيان مع نادي فيترولاس الفرنسي. هنا كرة من الجهة اليمنى دائما لصالح أبناء المولودية. اللحظة يبدو العكس، كرة دائما من الجهة اليمنى عبد اللاوي، تمرر الكرة كانت من محمد بن يحيى ساحلي والنادي الإفريقي والملعب التونسي. هنا كرة خطيرة من الجهة اليسرى من فوزية مور من الجهة اليمنى، ممكن التحضير، تحضر الكرة لكن الدفاع يتدخل لأنه الضغط من اتحاد العاصمة من الجهة اليمنى. تنفذ الكرة خطيرة جدا خطيرة جدا، لكن فريد شعال يتدخل. فريد شعال نابا ملعب كان يتسع، تصدقوا أو لا تصدقوا، لأزيد من 25 ألف أو 125 ألف جدا في تنفيذ مختار بن موسى نجم الفريق بالرجل اليسرى. أوه بعيد 5 جويليا من كلا العناصر ومن كل جماهير عن ناديين. هنا تمريرة بينية ممكن جول. ماذا ضيعت يا سيدي المهاجم؟ لا أعتقد ذلك. شوف التمريرة من هشام النقاش، الملاحقة بهذه الطريقة مرت عليك يا سفيان بن دبكة. شوف التمريرة البينية، شوف الكرة كانت مناسبة لزيارة ضربة خطأ في التنفيذ. دائما عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن حشود الكابيتانو نجم نادي مولودية الجزائر، قائد سفينة نادي المولودية. هنا التصويبة قوية جدا من عبد الرحمن حشود في التنفيذ. دي التشجيعات، هل تستمعون إلى أصوات الجزائر القوية؟ تلعب الكرة مرة أخرى، تعود من دفاع نادي المولودية دائما بعزي ودمه أيضا. هنا كرة من الجهة اليمنى للمولودية لكن الأقرب إليها محمد بن يحيى. ماذا تفعل يا محمد؟ حذاري من الهجمات المرتدة ويسجلون الهدف الأول. تلعب الكرة البحث عن الرأسية لكن الأقرب إليها محمد زيماموش. تمريرة حاسمة ممكن توغل، تحضر الكرة، فرصة للتصويب. في آخر لحظة شوف الروح القتالية الكبيرة من المدافعين، يبعدون الكرة عن طريق زيدان مباراكو. ماذا ضيعت يا حمزة كودري نجم المولودية؟ والبحث عن الهدف الأول. تنفذ الكرة من مختار لكن في 84 مباراة 26 انتصارا منها لصالح المولودية، بينما هنا كرة خطيرة دائما من الجهة اليسرى. حكم المباراة ماذا يقول؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح اليويسما بأخطاء الخصوم. تلعب الكرة بينية، فرصة للتسجيل لكن الحارس محمد زيماموش قبل المهاجمين. بينية جميلة جدا، 1-2، فرصة خطيرة.
النقاش يضيع يا هشام النقاش. هنالك تسلل وابراهيم سيد في تنفيذ عبد الرحمن حشود. عبد الرحمن حشود تمرر الكرة الراسية حاضرة، لكن محمد الزمام راوي. عادت الكرة دائما لعناصر المولودية. بينية هنا الكرة ما زالت خطيرة. حكم المباراة بن يحيى محمد بن يحيى. بينية خطيرة. ماذا ضاع في هذه اللحظات. ما زالت الكرة. مختار بن موسى يحضر الكرة من الجهة اليسرى ودفاع المولودية يتدخل. يقدم مسار جيد في الدوري وهو من يحتل المركز الرابع. 3 نقاط مهمة جدا في هذه المباراة، ولو أنه كما قلت عادة يعني في تنفيذ اللاعب مختار بن موسى. تلعب الكرة البحث عن الرأسية حاضرة، لكن وليد دراجة. وليد تلعب الكرة البحث عن رأسية المهاجمين الأقرب إليها. 5 سنوات مع الاتحاد. هل يأتي الهدف في هذه اللحظات؟ مرت أمام الجميع بغرابة. الحارس فريد شعان. شوف الكرة كيف مررت من مختار. الراسية تنفذ ضربة خطأ. البحث عن الجهة اليسرى الأقرب إليها فريد شعان وحكم ايت علي. اذا نهايه الشوط الاول عن نتيجه التعادل السلبي 0-0 بين اتحاد العاصمه والمولوديه. درفل وفوزيايا. تنطلق الجوله الثانيه بصافره الحكم لطفي بوكواسا. محمد بن يحيى 6 فاروق الشافعي 19 رضوان الشريفي. وفي وسط الميدان نجد كل من حمز. في التنفيذ دائما مختار بن موسى. تصوب الكرة بالواد. هي معاقل خاصة بنادي المولودية. دالي إدمان حشود. ما زالت تمريرة تحضير. بينية جميلة جدا. برنابوسي منجر وحكم المباراة يقول تسلل. هذا اللاعب النيجيري في الجولة الثانية. هنا إعادة الفرصة الماضية معروفة بنادي المولودية. هنا كرة تمريرة لكنها سهلة بين أحد من الجهة اليسرى. ممكن التمرير. ركلة جزاء لاتحاد العاصمة. ركلة جزاء لمولودية زمام ويحصل على ركلة جزاء. ماذا فعلت يا إبراهيم ماتا؟ ليس هكذا تستأصل الكرات من رؤوف بن غيت. أخطر عنصر وأسرع عنصر في صفوف اتحاد العاصمة. خطأ فادح من إبراهيم ماتا. المرغاش يسقط في المحظور والجزائر يحصل على ركلة جزاء تشتعل معها المدرجات. أخيرا ممكن أن نتابع هدف لصالح أبناء سوستارا، لصالح اتحاد العاصمة. لطفي بوكو شعال. مختار بن موسى هل يفعلها؟ هي بالرجل اليسرى. مختار بن موسى. جول الهدف الأول لاتحاد العاصمة. اليويسما يصل إلى شباك الامسيام. هدف أول سيشعل الجولة الثانية في حدود الدقيقة 57. ليويسما أولاد العاصمة. الأحمر والكحل زاد لك في الجمال. من غيرك مرحب يا ليويسما محال. هكذا تنادي جماهير اتحاد العاصمة. هدف جميل جدا يشعل المدرجات. شوف لي ميشيل وشوف كيف يفرحون وشوف كيف يسعدون وشوف كيف يغردون في المدرجات. هدف أول لأبناء سوستارا سيشعل هذه المباراة أكيد لا محالة. وأكيد سنشاهد ردة فعل القدم. ممكن أن تتقدم، ممكن أن تنهي. حاضر ممكن كرة خطيرة. ما زالت ممكن جول. ماذا ضيعتم يا أبناء القصبة؟ فرصة لا تتكرر كثير عناصرها لأبناء القصبة من أجل تحقيق الانتصار في هذه المباراة والعودة من بعيد وتعزائرية في كل العالم. هذا ما نريده. تنفذ جول محمد زمام إلى هذه الآهات. شوف التصويبة القوية جدا، لكن بخبرة السنية المنتعشة بهدف التقدم هي السعيدة. في المقابل جماهير مولودية الجزائر، جماهير الامسيا تنتظر أيضا. هي مباراة من أجل الاستمتاع والمتعة في المدرجات أكثرها حتى اللحظة من أرضية الملعب. الشوط الثاني أكثر من لحظات. هنا كرة دائما للامسيا لأبناء القصبة. التصويبة لكنها تلعب ضربة الخطأ مباشرة خطيرة راسية. جول. لا
الإعادة. هنا الإعادة نفذت بهذه الطريقة. هل كان التسلل في هذه الكرة في الكرة الثانية في انتظار اللمسة الثانية؟ هذه اللمسة تسلل واضح على برناباس إيمنجر كان في موقع محظور. وبيأتي الهدف الثاني لليوسما لاتحاد العاصمة، مباشرة جدا لكنها بعيدة عن رؤوس المدافعين. ودائما لأبناء القصبة يبحثون عن هدف التعادل، يريدون إسعاد جماهير المولودية. الرأسية حاضرة سلامات، لا نريد إصابة. هنا الجماهير تصنع الحدث، أن جماهير جزائر الفنية يضيئون مدرجات ملعب 5 جويلية والتوغل. حكم المباراة يقول لا وجود لخطأ، مطالبون بتعديل الكفة في هذه اللحظات. هنا انطلاقة من الجهة اليمنى، فرصة للتوغل، فرصة للتمرير خطيرة. السابق لنادي المولودية تنفذ الركنية، الرأسية حاضرة لكنها لامي الرياضي سابقا 7 عقود من التواجد لهذا النادي، نادي الشهداء، التواجد على الساحة الكروية. بينما هنا كرة خطيرة يتدخل زيماموج، خطيرة دائما، ضربة مقاس خطيرة جدا. لقطة المباراة رؤوف بن غيت، تنفذ الكرة عينية بين لاعبين، التدخل من الدفاع تأخر كثيرا وحصل عليها مهاجم نادي الاتحاد. بينية، جول 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 يا أسامة درفلو، من حقك أن تفعل ذلك. هدف ثاني لصالح اتحاد العاصمة، هدف ثاني لليوسما في وقت كنت تتحدث. وفي هذه اللحظات هدف ثاني ممكن أن يكون كما قلنا لعبة أو ضربة معلم من اللاعب أسامة درفلو من هجمة مرتدة سريعة جدا. ضيع لاعبو المولودية كرة في مكان خطير جدا، لعبت الكرة بينية، انطلق أسامة درفلو وسجل درفلو الهدف الثاني في حدود الدقيقة 85. شوف التمرير البينية، شوف البطء الكبير جدا من المدافعين رشيد بونا وأيضا عبد الله المدن، الذي عاد من أجل تقديم المساندة لكنه تأخر أمام السريع، أمام المكير أسامة درفلو. 2-0 لصالح أبناء سوسطارة، 2-0 لصالح أبناء من عشاق مولودية الجزائر. شوف كيف مررت الكرة، ربما المولودية من سيكون في التنفيذ. إبراهيم ماتا بالرجل اليسرى يبحث عن أقصى مهاجم تصل إلى دفاع الاتحاد من الجناين. ضربة خطأ لصالح أبناء المولودية تنفذ بسرعة، والدفاع اليوسما يتدخل. اللقطة الماضية بينية خطيرة جدا، درفلو جول. لكن الجمهور العاصمي للمولودية واتحاد العاصمة روح رياضية كبيرة جدا، يتقبلون الهزائم كما يتقبلون الانتصارات، يتقبلون التعادلات، يتقبلون الإخفاقات، يتقبلون أيضا الإنجازات، لأنه هذا وارد في عالم كرة القدم، وارد في الساحرة المستديرة. هنا درفلو ضيعها بين لاعبين، مررها بين أقدام الحارس فريد